هناك من يقتصر على قيام ليلة واحدة على أساس أنها ليلة 27 أو مثل ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهناك من يوفقه الله عز وجل فيقوم رمضان كله، وهذا أكمل وهذا أحسن وهذا أضمن أن يدرك ليلة القدر. يعني قد يقدر أن إيش يدخل الناس رمضان بالخطأ، غم عليهم الهلال فيكون رمضان قد دخل وما رأوا الهلال، فالواجب عليهم هذا العمل بالحديث أن يتموا شعبان 30 يوما وهو في واقعه 29 يوم، فدخلوا بالخطأ، فحينئذ سيكون إيش أول ليلة رمضان هي ثاني ليلة رمضان. طيب ليلة 27 هي ليلة 28، فالذي يحرص على بعض الليالي أو 27 خاصة قد تفوته، لكن من قام رمضان كاملا حتما سيدرك ماذا يا إخوان؟ ليلة القدر. هذا أجر عظيم، وهذا ننبه عليه لأن عادة الناس عادة المسلمين تجدهم في بداية رمضان تمتلئ منه المساجد، والعدد أكبر بكثير في أول ليالي من وسطه، ما زال الناس يخفون ويقلون ويبقى الموفقون، ثم إذا دخلت عشر الأواخر ربما أول ليلة يكثر الناس ثم يفترون، ثم تجد إيش يتوافرون أو يتوافدون على المساجد ليلة 27. هؤلاء في الحقيقة فاتهم خير كثير. تريد الأكمل، تريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم إيش يا أخوان؟ رمضان كاملا حتى تدرك، لأن هذا فيه أجر عظيم. قيام رمضان كاملا هذا غفر له ما تقدم ذنبه، وقيام ليلة القدر وحدها غفر له ما تقدم ذنبه، فكيف إذا جمع بين الحسنيين؟ قام رمضان إيمان واحتسابا وقام ليلة القدر إيمان واحتسابا وضمن أنه قد أدركها، فهي ليلة عظيمة. ليلة القدر خير من 1000 شهر،